نعلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا من حن جذع النخل إليه، صلاة وسلاما على من شكى البعير إليه، صلاة وسلاما على من نزل جبريل عليه، صلاة وسلاما على من نزل القرآن عليه. نعطر هذا المكان الطيب المبارك بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، فجميعا نحرك ألسنتنا جميعا، لأن كل كلمة تخرج من فمك تكتب عليك، لأن هناك رقيب وعتيد، فكل منا يقول اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ألا تعلم إذا قلت هذه الجملة وهذه الصلاة مرة واحدة يصلي عليك الله 10؟ فجميعا نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله حتى تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة ويذكرنا الله في ملأ خير من هذا الملأ. نبئوني عن الله وقدرته، نبئوني عن العرش وعظمته، نبئوني عن الكرسي وحملته، نبئوني عن جبريل ورسالته، نبئوني عن إسرافيل ونفخته، نبئوني عن ميكائيل وقطرته، نبئوني عن عزرائيل وقبضته، نبئوني عن الموت وسكرته، نبئوني عن زكريا ورسالته، نبئوني عن موسى وقوته، نبئوني عن هارون وفصاحته، نبئوني عن نوح وسفينته، نبئوني عن محمد ورسالته، نبئوني عن محمد مع أمته، نبئوني عن محمد مع زوجته مع ابنته، نبئوني عن محمد والكل يدخل الجنة بشفاعته. فصلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المعزون الكرام، طبتم وطاب ممشاكم، لأنكم جئتم تشاركوننا وتواسونا في راحلنا الكريم الحاج حسني سيد أحمد وسية، الرجل الخدوم الذي كان يخدم الصغير والكبير، وختم الله أعماله ببناء هذا المكان الذي نشرف فيه جميعا، وتم تجديد المسجد تحت إشرافه، مشاركة لأولاده الكرام الأستاذ محمد حسني سيد أحمد والأستاذ أحمد حسني سيد أحمد وجميع آل وسية. نكرم هذا الرجل في هذه الليلة المباركة. أيها الإخوة الأحباب، لا بد أن نذكر أن الموت علينا حق، وأن سيدنا رسول الله قد مات، وقال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، فالموت علينا حق، فلا بد أن نستعد لهذا الموقف ونستعد للموت
حتى يشفع لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل هذه الليلة بعدما بدأنا من أذان العصر بتلاوات مباركة من القراء الكرام، ونبدأ هذه الفقرة بسماعنا واستماعنا إلى قارئ الجميع يحب أن يسمعه بهدوئه وإتقانه وحلاوة صوته وخروج الألفاظ وخروج الحروف. أيها الإخوة الأحباب، ندعو الله عز وجل قبل أن نبدأ في التلاوة والاستماع إلى القرآن الكريم أن نجعل هذه التلاوة في ميزان حسنات راحلنا الكريم الحاج حسني سيد أحمد وسية. أيها الإخوة الأحباب، مع القرآن الكريم نستمع إليه كما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: بالصمت عند ثلاث، أو السكوت عند ثلاث، وفي رواية عن 4 عند سماع القرآن، لأن الله قال: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وعند الزحف، عند الحرب وانت بتحارب ما تتكلمش، لأن اليهود لو سمعوا صوتك سيدنا رسول الله خايف عليك. وعند الوضوء لا قول زمزم ولا التاني يقول معرفش جمعا وكلام من ده. وعند الجنازة، الجنازة كسرة تحت الجيم، الجنازة واحنا شايلين النعش. اما الجنازة الموقف اللي احنا قاعدين فيه، يعني العزاء، انت جاي تواسي اخيك فتقعد مستمع الى القرآن الكريم مع قارئنا الشيخ ياسر إبراهيم حفني. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. وحضر معنا الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الله عبد الحليم، سوف يقدم باقي الفقرات مع القرآن الكريم والقارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد
فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى إذا النار قلنا
إلا ما سبق عليه القول وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن حتى إذا جاء أمرنا وفاعت النور وفارت النار قل نحمل فيها من كلها زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كلها زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن صدق الله العظيم. وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا 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 وفارت النور وفارت النور وفارت النور قل
نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يا رب. وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها وقال اركبوا فيها بسم إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني وكان في معزل يا بني اركب معنا وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقضي واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي ويا سماء واقلعي ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح
صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم فلا تسألن ما ليس لك به علم فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام 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 منا وبركات عليك وعلى أمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم.
سبحانه وتعالى مالك الملك والملكوت وصاحب العظمة والجبروت، من تولاه عصمه ومن تحداه قسمه، ومن لجأ إلى حماه حماه، ومن لجأ إلى هداه هداه. قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. يا من له الأمر في عز وتمكين، وأمره جرى بين الكاف والنون. يا من لطفت بحالي عند تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. تلا علينا برشد وصواب ذلكم العلم القرآني، صاحب الصوت الذي الشجي، صاحب الدقة في الأداء وروعة وجمال صوت، علم التلاوة، النجم الساطع والقمر اللامع في سماء القرآن الكريم، فخر قراء محافظة الشرقية، العلم الكبير فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني عامر، القارئ والمقيم بالشبراوين مركز ومدينة يحيى بمحافظة الشرقية، احدث مكبرات الصوت الكبرى والإنارة الحديثة الكبرى، واصحاب مخازن الفراشة الكبرى تحت إدارة الحج الصادق ابو احمد، المقيم بالشبراوين مركز ومدينة يحيى بمحافظة الشرقية. وحدة تصوير نور على نور، إدارة الكابتن محمد حفني عامر، مصور هذه الليلة لكي نراها كل يوم وليلة. أصحاب الخدمات الفندقية المتميزة في كل مكان، بوفيه أبو كريم، إدارة المتر محمد العرباوي المقيم بالشبراوين. رحم الله الراحل الكريم وأسكنه الله فسيح جناته، داعيا ربي جل وعلا أن يتغمده بواسع الرحمات، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. جئنا مشاركين إلى أبناء الراحل الأكرمين، الأستاذ أحمد حسني وسية والأستاذ محمد حسني وسية، أما جميع عائلات آل وسية كلهم جميعا يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من حضر لتقديم واجب العزاء. مشاركين العزاء إلى عم الحج فهمي اليماني وعم الحج عبد اليماني، وإلى جميع آل وسية جميعا كلكم يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من حضر لتقديم واجب العزاء. مشاركين العزاء إلى الباشمهندس مشاركين العزاء إلى عم الحج عبد أبو حسني كلكم جميعا يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من حضر لتقديم واجب العزاء. مشاركين العزاء إلى الأستاذ محمد اليماني، آل اليماني وآل وسية كلهم جميعا يتقدمون بخالص الشكر إلى كل من حضر لتقديم واجب العزاء. شكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر لي ولكم، والبقاء والدوام لله وحده.